السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وكل عام وحضراتكم طيبين وبخير. في سؤال بيطرح نفسه اليومين دول، هو ليه كل ما أقرب من ربنا أرجع بعيد تاني؟ طب هو ليه لما بيجي شهر رمضان أو العشر الأوائل من ذي الحجة بحس كده بقوة ونور في قلبي، وبعدين للأسف كل ده بيختفي؟ ليه يا رب؟ هو أنا طيب ضعيف ولا أنا منافق؟ الموضوع يا جماعة مش كده خالص. بص خليني أقولك على حاجة، اللي بيتعب عشان يقرب من ربنا سبحانه وتعالى حتى لو بعد كده وقع او بعد، ده مش منافق والله، ده بس محتاج يتعلم حاجة مهمة جدا، ان الثبات مش بيجي من لحظة حماس يا جماعة، الثبات ده بيجي من حب حقيقي واستمرار بسيط. انت كنت قريب من ربنا اليومين اللي فاتوا، وكنت بتبكي وانت بتصلي، وكنت بتقيم الليل وبتدعي باخلاص، بس ده ما كانش تمثيل ولا حاجة، ده كان قلبك الحقيقي. بس سبحان الله، الحياة والشغل والناس والذنوب والنفس كل ده بيشد يا جماعة لبعيد. علشان كده لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، احنا عايزين ايه؟ لو الإجابة ان انت عايز ترجع، يبقى ترجع دلوقتي من غير حتى ما تستنى لحظة ولا تستنى موسم جديد. ارجع لله بكلمة، بصلاة، بدعوة وانت ساجد، بخشوع بسيط في سجدة، بدمعة نزلت من غير حتى ما حد يشوفك. ربنا والله بيحبنا، والله صدقني ربنا بيحبنا قوي. لو ما كانش لينا قيمة عنده ما كانش حسسنا بالذنب، ولا كنا سألنا نفسنا الأسئلة دي أصلا. عايزين تعرفوا الثبات الحقيقي يا جماعة؟ هو مش اللي عمره ما غلط، الثابت يا جماعة هو اللي كل ما يغلط يقوم ويجري على ربنا، هو اللي يقوله يا رب سامحني، يا رب أنا ضعيف، يا رب والله أنا بحبك. كلنا بنقع يا جماعة، بس مش كلنا بنقوم والله. حاول ترجع، قول يا رب، يا رب أنا راجع لك، لو هرجع حتى 1000 مرة يا رب برضه هرجع لك. ربنا مش بيقفل بابه لحد أبدا ولا بيزهق، ده هو اللي بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني حتى لو أسرفت لسه في امل، لسه في باب مفتوح، لسه في رب كريم مستنيك. خد بالك، الرجوع مش محتاج مجهود والله، الرجوع محتاج صدق بس، قولها بس بصدق من قلبك، يا رب رجعني ليك، وشوف بعدها ربنا هيعمل ايه معاك. انا مش جاي والله الومكم ولا اعاتبكم، انا جاي اقول لكم ان انا معاكم في نفس الموضوع، انتوا مش لوحدكم، كلنا والله بنقع، بس اللي بيكمل في الطريق هو اللي كل مره بيقوم مسك في ربنا، يعني بيقول له يا رب انا عبدك حتى لو انا ضعفت. حاولوا تقربوا من ربنا وتتمسكوا بيه اكتر من كده. صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.